النهارده أعزائي المشاهدين هنكمل كلامنا وفكرتنا عن الكتب اللي بتقدم لنا مصر أو تاريخ مصر بصفة عامة، سواء إذا كان من التاريخ القديم أو من التاريخ الحديث. لكن النهارده هنتكلم عن حاجة مختلفة شوية، هنتكلم عن الذاكرة الفوتوغرافية. معانا النهارده كتالوج قيم جدا تم تقديمه من مكتبة الإسكندرية، هنعرف تاريخه بالتفصيل في حلقتنا النهارده. اسمه ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية. الكتاب ده فيه يعني مجموعة من الصور كبيرة جدا بتؤرخ لمصر اللي كانت في عهد الخديوي إسماعيل وفي عهد الخديوي الملك فؤاد، وهي فضلت طبعا هذه الصور هي التاريخية لمصر لحد عصر الملك فاروق. هنعرف حكاية هذا الكتالوج بالتفصيل وإيه اللي موجود فيه وإيه اللي مستمر لحد النهاردة من خلال حلقتنا وبرنامجنا النهاردة على أرض مصر. وزي ما قلنا لكم النهارده اعزائي المشاهدين ان احنا هنتكلم عن ذاكره فوتوغرافيه. احنا عارفين طبعا ان بيبقى فيه مجموعه من الصور الجميله جدا اللي بتعتبر من احلى الطرق اللي احنا نعرف بيها تاريخ مصر خصوصا في الفتره الحديثه، طبعا لان الذاكره الفوتوغرافيه يمكن متقسمه لنوعين او شكلين. زي ما قلنا قبل كده في حلقاتنا اللي اتكلمنا فيها عن موسوعه وصف مصر، كانت ذاكره مش فوتوغرافيه لكن مرسومه باليد، لوحات مرسومه مواقع مصريه وآثار مصرية وأشخاص مصريين وطرق حياتية مصرية جميلة جدا. النهاردة بقى هنتكلم عن الذاكرة الفوتوغرافية، كتاب أو كتالوج قيم جدا بيجمع مجموعة من الصور الهامة جدا. ويمكن أجمل حاجة أو أقيم حاجة في هذا الكتاب إن احنا هنشوف أوائل الصور الفوتوغرافية أو اللي كان ساعتها اسمها الصور الشمسية موجودة في هذا الكتاب. أول لقطات تم التقاطها لمصر في كتالوج ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية. وبيسعدنا ان احنا يكون معانا يكلمنا عن تاريخ مصر عن طريق هذه الصور الفوتوغرافيه الجميله جدا ضيفنا دكتور حسام الدين اسماعيل، استاذ الاثار الاسلاميه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. يعني خلينا ناخد فكره عن بداية دخول الصور الفوتوغرافية مصر، الذاكرة الفوتوغرافية عن طريق الصور الشمسية، وأول لقطات تم التقاطها في مصر بكاميرا. كانت على يد مين والخطة كانت ايه والفكرة كانت ازاي؟ لان كان في فكرة بتقول ان هي تكملة لسلسلة موسوعة وصف مصر لكن في عصر بقى الملك فؤاد. هي الصور الفوتوغرافية دخلت مصر أو عرفوها في مصر بعد ما ابتدت في العالم في منتصف القرن ال19. السلطان العثماني بعت مصورين يصوروا له كل الولايات العثمانية ومن ضمنها مصر. بعد كده المصريين ابتدوا يهتموا بالصور، وهنلاقي الصور بقى ابتدت تطبع في الجرايد وفي الكتب من أواخر القرن ال19. فاحنا عندنا مجموعتين، المجموعة اللي قدامنا دي كانت كتالوج كان في مجموعات الملك فاروق. المجموعة الأولانية اللي هي بعت السلطان العثماني عشان يصور الولايات العثمانية بما فيها مصر بالكاميرا، دي نشروها في اسطنبول، مركز الأريسكا اللي هو تابع لمنظمة العالم الإسلامي. يعني هي كانت فكرة من السلطان العثماني ولا فكرة من بعض المصورين الفرنسيين اللي كانوا عايزين يكملوا التوثيق لمصر؟ هم جم بعد كده. لأن الفرنسيين وثقوا مصر في الحملة الفرنسية عن طريق الرسم البينتينج. إنما بعد كده ابتدى منتصف القرن ال19 ابتدوا يجوا جم أيام إسماعيل، وبعد كده ابتدوا يجوا لأن مصر كانت فيها شغل كتير. فكان الأجانب بيجوا لنا، يعني احنا كان حظنا كتير قوي في مصر إن الأجانب جوا لنا على كذا مرحلة. يعني أيام محمد علي هو كان بيجيبهم لغاية ما اتفك جيش نابليون لما انهزم 1815 في وقعة واترلو، الجيش بتاعه اتفك، فجالنا ناس كتير منهم زي سليمان باشا الفرنساوي، زي كلوب، زي غيره. بعد كده الناس بقت تيجي مصر لأن باشا مصر بيشغل الناس، لأن كانت في أوروبا كانت كلها حروب، هي ما استقرتش إلا بعد الحرب السبعينية من حوالي 1876 ابتدت تستقر وبتظهر دول كتيرة، فابتدت العملية تستقر شوية. لما كانوا بيجوا في مصر في فكرة بعد العمران الحرب العالمية الأولى وأيامها،
وفي ايام الحرب العالميه الثانيه كانوا بيجوا لان كان في شغل كتير في مصر، لان الخديوي اسماعيل غير محمد علي. محمد علي كان الدوله اللي بتعمل، انما الخديوي اسماعيل ابتدى يدخل عصر الشركات، فدخل لنا شركه أيوة. الميه، أيوة. ابتدينا شركه النور بغزل الاستصباح، أيوة. ابتدينا شركات المقاولات، والطرق والكباري يعني كان بدايه معمار، كان في مشاريع كتير، فكانوا الاجانب بيجوا عشان يشتغلوا عشان يشتغلوا. فبالتالي طبعا فكره التوثيق الحضاري اللي كانت موجوده في هذه الفتره عن طريق الكاميرات كانت، حتى كان بيقال ان اول لقطه بالكاميرا اتخذت في مصر كان سنه 1858 تقريبا في الفتره دي ايام الخديوي سعيد. خلينا نتكلم عن التقسيمة اللي موجودة داخل هذا الكتالوج. يعني في فكرة عامة عن تقسيم الشوارع والميادين في الفترة دي. في كلام عن الأحياء، الميادين، الشوارع، القصور، الكباري، القناطر، البرك، الحدائق، الفنادق، الدور والمتاحف. أيوه، احنا كان عندنا في مصر، احنا جالنا أول تقسيم على خريطة الحملة الفرنسية لمدينة القاهرة. عرفنا ان هم 8 اقسام كل القاهرة. حتى كان زمان يقول لك انا هوديك التمن بدل ما يقول انا هوديك الاسم. التمن اللي هو الاسم. ايوه. وعليهم منطقة مصر القديمة ومنطقة بولاق اللي هي بولاق ابو العيلة. تمام. بعد كده ابتدى محمد علي كان بيوسع كتير، يعني مثلا اضاف لنا المنطقة بتاعت شبرا، دي كانت كلها ارض زراعية اللي هي منطقة منية الشيرج وجزيرة الفيل. فلما بنى القصر بتاعه في منطقه شبرا الخيمه، ابتدى يفتح لنا شارع شبرا، وبدت منطقه جديده خططها لان كل طبعا هيجي عايز يسكن جنب الوالي. فابتدى الاغنياء او علية القوم في الوقت ده، وساعدهم جدا الفرنسيين. حتى القنصل الفرنسي ديلوفيتي صمم عده بيوت، كان منها قصر النزهه بعد كده اللي هو ايام سعيد باشا. بعد كده ابتدى يمتد في المنطقه بتاع جزيره الزمالك. قصر الجزيره ده كان اصلا محمد علي وابراهيم باشا كانوا عاملينه، وكان في قصر تاني لمحمد علي مكان نادي الضباط دلوقتي. وبعدين جدده اسماعيل ساعه 1869 لما جه يعمل احتفالات قناه السويس. فالقاهره كانت بتمتد كل فتره لغايه بقى الامتداد الكبير اللي حصل في ايام اسماعيل وفي ايام عباس الاول، لما اضاف منطقه العباسيه كحي من احياء القاهره. هو هنا في ذكر لبعض الاحياء مش كلها طبعا اللي كانت موجوده في الفتره دي واللي ليها صور. يعني الاحياء اللي موجوده داخل هو ماشي الاحياء اللي ليها صور، ليها صور. حي الازبكيه، حي الفجاله، حي الزمالك، وبعدين حي شبرا، حي رود الفرج. لو جبنا مثلا بالاقدم حي شبرا ده من ايام محمد علي لما بنى القصر بتاعه زي ما قلنا. انما المنطقه بتاعت وسط البلد اللي فيها حي الازبكيه، حي الظاهر، الاحياء اللي في وسط البلد دي اتخططت ايام الخديوي اسماعيل لما قعد تخطيط القاهره كلها والزمالك كمان. قعد تخطيط القاهره كلها ازاي؟ ابتدى هو كان بيتعلم في باريس، بتخرج من كليه الهندسه المعماريه هناك، كان متخصص في عمارة الحصون الحربيه. لما راح خديوي اسماعيل باريس عشان الجناح المصري اللي كان في معهد باريس الدولي، ابتدى يشوف باريس الحديثه، فابتدى يعمل نفس التخطيط، وجاب المهندس معاه، استاذن امبراطور فرنسا في الوقت ده وجاب المهندس معاه. فابتدى عندنا التخطيط الجديد اللي هو شكل النجوم، اللي هو ميدان بيمتد منه شوارع. ساعات يقولوا الشمس بالظبط كده، ما هي مركز ميدان وفي شوارع وفي زي شوارع الشمس كده حواليه. وابتدى عايز يربط القاهره القديمه بالقاهره الحديثه، والقاهره الحديثه ابتدى يعملها من المنطقه بتاعت بنداد العتبه دي اللي خططها جديده تماما لحد النيل. ده نمره واحد. نمره اتنين، هو كان ليه شغل تاني في الجيزه، يعني كان مكان جامعه القاهره وحديقه الحيوان والأورمان، ده كان القصر بتاع الجيزه بتاع اسماعيل، وكان قدامه عمل قصرين لاولاده. فابتدى يخطط لحد منطقه الدقي، وابتدى يحول لنا، لان كان جاب شركه ميه ساعتها، شركه فرنسيه، فالاول شاركها وبعدين اشترى الحصه كلها بحيث ان هم يشتغلوا. وابتدى يحول مجرى النيل،
يعني كان النيل الصغير مش اللي هو من ناحيه العجوزه دلوقتي، كان النيل الكبير هناك والنيل الصغير من ناحيه بولاق، فهو عامل تمام. شركه المياه في بولاق ولسه موجوده لحد النهارده. فعمل تحويل لمجرى النيل عن طريق الردم الصناعي، ردم لنا المنطقه اللي هي من العجوزه كده لغايه بولاق الدكرور عند شارع السودان. ده كله ردم صناعي، حتى كانت زمان ما كانش فيه اسم المهندسين ده كان اسمها مدينه الاوقاف، لان كلها كانت زراعه ووقفها على حاجات كانت كتيره وقف. كان منها التعليم. برضو من الميادين اللي مذكوره عندنا في الكتالوج يا دكتور ميدان الملكه فريده اللي هو اتسمى دلوقتي العتبه الخضراء، ميدان محمد علي، ميدان مصطفى كامل اللي هو لسه موجود باسمه لحد لسه دلوقتي، موجود. ميدان عابدين، وميدان باب الحديد اللي هو طبعا رمسيس، وميدان الخزندار، ميدان باب الخرق وبعدين اللي هو بقى اسمه باب الخلق. ده بالبلدي. انما الخرق هي الكلمه العربيه. لان مكتوب ان هو كان يعني كان فضاء تخترقه الريح، فسموه باب الخرق من كتر ما كان لان هو واسع كان من ايام عصر المماليك كان بيقسموا الخليج المصري اللي هو شارع يعني السيد الحالي من من الخرق. تمام. وبعدين كان بيفصل بين القاهره القديمه اللي اتبنت عبر العصور لحد عصر المماليك وبين القاهره الجديده اللي هي منطقه عابدين دلوقتي والسيده زينب. دي كانت معظمها كانت مناطق زراعه، وكان بيوت فيها قليله جدا لغايه ما ناصر محمد بن قلاوون ابتدى يعمل البركه النصريه اللي هي منطقه النصريه دلوقتي عند السيده زينب هنا على يمنا. فابتدى بيبنوا البيوت بتاعت الاغنياء والامراء في المنطقه دي، لان كانت مكان للنزهه وكان ميدان وكان كذا حاجه، وكانت بتمشي البركه النصريه دي من مكان ما احنا قاعدين دلوقتي كده لغايه عند عماره الاموبيليا. كان عندنا التنسيق الاولاني كان ايام اسماعيل، وبعدين التنسيق الثاني كان بعد الاحتلال البريطاني سنه 1882 لما الخديوي توفيق جاب مجموعه من المهندسين من اوروبا وكان اكثرهم طلاينه، ابتدوا ان هم يعيدوا بناء اللي اتدمر ويعيدوا تخطيط القاهره. كان منهم مثلا اللي هيظهر بعد كده بروتشي، انما قبليه كان لاشاك اللي عمل عمارات كتيره في اسكندريه وفي القاهره وعمل لنا يعني منهم اشهرهم بنك مصر القديم اللي في شارع عماد الدين. فجم دول كانوا بيعملوا كل النظريات الحديثه كانوا بيطبقوها مع ان هم بيعملوا الروح المصريه. فبصينا لقينا اللي بيسموه الاجانب دلوقتي طلع حاجه اسمها النيو مملوك. ده هنشوف مصر الجديده، هنشوف بنك مصر القديم، هنشوف عمارات بس البلد. لا جاردن سيتي بعد كده 1912 اجدد بعد كده، بعد كمان الفتره بتاعت مصر الجديده، بعد مصر الجديده 1906. انما دي 1912 دي بعد كده. ودي كانت المنطقه كانت عملت بالتحديد كلها مكان قصر ابراهيم باشا اللي هو حتى لسه هتلاقي شارع القصر العالي هناك وكده. ولما قسموه ولاده بعد كده وبقى فيه القصر العالي اللي هو بتاع الوالده باشا اللي اتاخد بعد كده عيله الوقاد انقذته وفكت الواجهه كلها وحطيتها في حوش قرافه في قرافه الغفير. يا خبر ابيض. لان الخديوي اسماعيل ده الوحيد اللي سدد ديون مصر من جيبه. يعني هو سدد بفلوسه وبفلوس عيلته ومجوهرات زوجاته وحريمه، وتقريبا باع كل الاصول. يعني الاصول اللي عندنا دلوقتي قليل قوي اللي من عصر اسماعيل بيور. يعني القصر القبه هو بناه اسماعيل، انما هو حاليا دلوقتي تقريبا بنسبه اكتر من 90% الملك فؤاد. ونفس الكلام الملك فؤاد مشي على نهج ابوه، على نهج هو اللي كمل. الملك فؤاد هو اللي عمل لنا قاهره القرن العشرين اللي احنا بنبوظها بقى لنا. ايوه اللي احنا بوظناها خلاص. لا يعني لسه في بقية لسه في يعني لما نشوف مثلا صوره لمحطه مصر كان اسمه ميدان المحطه سنه 45 والمبنى المنشاه المعماريه بتاعت محطه مصر احنا بنعتبرها كده يعني لا حاجه ده تراث. لا اصل فظيع. الصوره زي ما هي. فتره التجهيل احنا للاسف احنا في عباره دي اذت الحضاره بتاعتنا كتير واخرتنا، اللي هي عباره العصر البائد اللي ظهرت سنه 52. ان قبل 52 كله عصر بائد، كله حاجات وحشه.
احنا ابتدينا نبني من جديد.